هذا المحتوى في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بشراكة مع حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، منظمة إيريم، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في حلقة خاصة من برنامجكم أول اللي تم إنجازها من طرف الإذاعات الجمعوية بالمغرب، إذاعة مدى، الحومة تيفي، سلا ميديا، اسمع عليها، إذاعة إزرفان، إذاعة أبرز وكيش راديو. هذا البرنامج اللي كيندرج ضمن مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من الجزائر، تونس، ليبيا والمغرب. موضوع حلقتنا اليوم حول التربية الإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية، وباش نتعرفوا أكثر على هذا الموضوع خصصنا لكم مجموعة من الفقرات. نخليكم دابا مع فقرة تقديم الحلقة اللي نجزتها الحومة تيفي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة من نوع خاص اللي غتكون حول دور ديال التربية للإعلام والمعلومة لمواجهة خطاب الكراهية. هذه الحلقة جات في إطار شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية اللي كتشرف عليها كل من منظمات إيريم، حركة بوصلة، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. كيف ما كنعيشو كنشوفو أن خطاب الكراهية كيشهد واحد الانتشار كبير في الأيامات الأخيرة، ومنها الحملات العنصرية والتمييز، واللي خدات واحد الحيز كبير وكانت عندنا واحد التأثير اللي قوي على المجتمعات والفرق العرقية والثقافية. وعليها حنايا بحاجة باش نركزوا على التربية الإعلامية وتعليم الأفراد كيفية التعامل مع هذه الحملات بطريقة اللي هي إيجابية. كنعيشوا في واحد العالم اللي هو متصل، ويمكننا نوصلوا لواحد أنواع المعلومات بسرعة كبيرة. وخا هيداك فإن المعلومات المزيفة والأخبار الكاذبة كتنتشر بشكل اللي هو كبير، وكيصعب على الكثيرين التعرف على الحقيقة. وهنايا كتجي الأهمية للتربية الإعلامية في مواجهة الخطاب الكراهية. التربية الإعلامية كتمكن الأفراد من فهم ديال الوسائل الإعلامية وتطوير القدرات ديالهم في الاستماع والقراءة والمشاهدة وحتى التحليل والتفكير النقدي. هي كتخلينا تكون عندنا واحد القدرة على التعرف على أنواع الخطاب الإعلامي المغلوط، والتأكد من أن الأخبار اللي كنستقبلوها في الحقيقة واش هي موثوقة ولا لا. ودابا مستمعينا الكرام نخليكم مع باقي الفقرات. إذا كنتوا مع تقديم الحلقة اللي نجزتها الحومة تيفي. نمروا الآن لفقرة ميكرو الشارع ونسمعوا آراء المواطنين والمواطنات على أهمية ودور التربية الإعلامية للتصدي لحملات الكراهية اللي قاموا بالإعداد ديالو كل من إذاعة مدى وإذاعة اسمع عليها. مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، استقى لكم فريق إذاعة مدى وفريق إذاعة اسمع لها آراء وتمثلات الشارع المغربي حول أهمية ودور التربية الإعلامية في التصدي لحملات الكراهية، من خلال طرح سؤال: ما رأيكم في حملات الكراهية التي يقوم بها الإعلام بشكل عام؟ وما الذي يجب فعله إعلاميا للحد من حملات الكراهية؟ وهذا كان جوابهم. جوابا على السؤال المطروح يمكن أن نقول أن هذه الحملات، حملات الكراهية التي يقوم بها الإعلام، هي حملات بطبيعة الحال مرفوضة أخلاقيا وقانونيا ودينيا كذلك. بطبيعة الحال تعددت أنواع خطاب الكراهية في الوسائل الإعلامية على حسب النمط الإعلامي. ففي الإعلام المرئي مثلا يمكن ملاحظة خطاب الكراهية في متن النص الذي يعرض، وفي المؤثرات البصرية والفواصل التلفزيونية، كما قد يظهر من خلال لغة الجسد. أما في الإذاعات فقد يتجلى خطاب الكراهية في النص المسموع عن طريق المؤثرات الصوتية والموسيقية المرافقة، وأيضا النبرة الصوتية التي يقرأ بها الخبر. وفي الإعلام المقروء قد يظهر خطاب الكراهية في محتوى المادة المكتوبة من خلال استخدام مصطلحات تدل على خطاب الكراهية أو التحريض على العنف ضد مجموعات معينة، أو في الصور المرافقة للمادة المكتوبة. المنصات الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها منصات للحريات المفتوحة أصبحت للأسف الشديد في الآونة الأخيرة والبعض منها يروج لمفاهيم خطيرة
من أساسها أن تمس وتهدد السلم الاجتماعي، ألا وهو خطاب العنف أو الكراهية، والذي من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا لمفهوم السلم الاجتماعي. هذا الخطاب تعددت أشكاله، تعددت فضاءاته، خصوصا في ظل وجود انفجار معلوماتي. أعتقد أن دور التوعية الإعلامية هو دور مهم جدا لاحتواء التصدي لظاهرة أو لخطاب الكراهية، وبالتالي ينبغي مضاعفة الجهود، وذلك باستثمار جميع الوسائل المتاحة السمعية البصرية أو المقروءة، والقيام بعمليات تحسيسية في هذا الشأن، لا سيما أن خطاب الكراهية بات منتشرا وأصبحت له بيئة حاضنة هي مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء ومنصات للحريات المفتوحة ولإحداث وعي لدى فئات معينة من المجتمع، خصوصا فئة الشباب، أصبحت وللأسف هذه المواقع أو وسائل الإعلام تروج لمفاهيم خاطئة وتروج لظواهر يمكنها أن تشكل خطرا على المجتمع. هذا الخطاب هو خطاب العنف والكراهية، وقد تعددت أشكاله وفضاءاته، خصوصا في ظل الانفجار المعلوماتي الذي يعرفه العالم الآن. للأسف هذا الخطاب يشكل تهديدا كبيرا للسلم الاجتماعي، والذي يساهم في الكثير من الأحيان إلى نشوب صراعات وحدوث انقسامات على مستوى المجتمع، مما من شأنه أن يعرقل مسلسل التنمية في أي مجتمع كان. صراحة بخصوص ما يمكن القيام به لمحاربة هذه الظاهرة، أعتقد أنه على المستوى القانوني لا بد من تطبيق المقتضيات الزجرية في حق كل من ثبت في حقه ترويج لخطاب كراهية، ثم كذلك لا بد من مراقبة المادة الإعلامية أو الخطاب الإعلامي مراقبة شديدة، ومدى مطابقته للقوانين المتعلقة بمحاربة الكراهية. ثم هناك مسألة أخرى أراها أنها مسألة مهمة، وهي مسألة التوعية. لا بد من التوعية حتى داخل المؤسسات الإعلامية، حتى تكون هذه المؤسسات منصات من أجل أن تنتج برامج توجه للعامة من أجل محاربة خطاب الكراهية. تحتاج مكافحة حملات الكراهية إلى جهود متعددة المستويات، سواء من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأفراد. ولعل من بين أبرز ما يمكن الاشتغال عليه في هذا السياق تعزيز الوعي الإعلامي عبر خلق نقاش عمومي حول التأثيرات السلبية لحملات الكراهية والتحذير منها، وأيضا تشجيع الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة يعد أيضا أحد الخطوات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لمواجهة حملات الكراهية الإعلامية. يجب التحدث بصراحة وبحرية عن القضايا التي تؤثر على المجتمع وتعمل على إثارة الجدل، وذلك بطريقة تشجع النقاش والتفاعل الإيجابي. كما يمكن الارتقاء بهذا النقاش إلى مستوى قانوني عبر اعتماد سياسات عمومية واضحة في هذا الشأن، من خلال تدعيم المنظومة القانونية بإجراءات زجرية تطال الأفراد أو المؤسسات التي تروج لحملات الكراهية الإعلامية. كما أن هناك بعض المنصات الإعلامية التي تروج لمفهوم وخطاب الكراهية، فإن هناك البعض الآخر الذي يحارب هذه الظواهر عبر اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات الإعلامية الجديدة التي ترسخ ثقافة مجتمعية أساسها المساواة والتنوع واحترام الآخر، عبر اعتماد مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تعزز مفاهيم كالديمقراطية والمساواة واحترام الآخر. هذه الآليات من أهمها التوعية والتحسيس بأهمية هذه القيم، وقيم التكافل الاجتماعي، التراحم، التلاحم، التعاون بين جميع فئات المجتمع حتى يعم الهدوء والسلام في المجتمع. إضافة إلى ذلك هناك الانفتاح على منظمات المجتمع المدني عبر عقد مجموعة من اللقاءات والندوات التي من شأنها أن تلعب الدور الكبير في إرساء هذه المفاهيم وفي تبنيها، خصوصا أن جمعيات المجتمع المدني كفاعل أساسي في السياسات العمومية يمكنها أن تلعب الدور الكبير.
كنتو مع فقرة ميكرو الشارع اللي نجزاتو كل من إذاعة مدى وإذاعة اسماعيليها. نمروا مباشر الكبسولة التعليمية اللي نجزاتها إذاعة سلاميتيا حول خطورة حضور خطاب الكراهية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. أتاحت منصات التواصل الاجتماعي للأفراد إمكانية مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم بشكل سهل وسريع، وقد أسهمت سهولة إعداد المحتوى عبر الإنترنت وإخفاء هوية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة محتوى خطاب الكراهية والتهجم وغدة الاستقطاب السياسي. وقد أدى ذلك خلال السنوات الأخيرة إلى مواجهة شركات وسائل التواصل الاجتماعي لاتهامات متعلقة بدورها في تضخيم خطاب الكراهية ونشر الأخبار المزيفة وتغذية الانقسام في المجتمع. في الواقع لا يوجد تعريف موحد لخطاب الكراهية في القانون الدولي. على سبيل المثال، تعرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خطاب الكراهية بأنه جميع أشكال التعبير الشفهي أو المكتوب التي تنشر أو تحرض أو تروج أو تبرر الكراهية على أساس التعصب أيضا والدين. من ناحية أخرى، عرفت الأمم المتحدة خطاب الكراهية بأنه أي نوع من التواصل من خلال الكلام أو الكتابة أو السلوك يهاجم أو يستخدم لغة تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر. في واقع الأمر، يحمل خطاب الكراهية أبعادا مختلفة لأناس مختلفين في ثقافات مختلفة، ومع ذلك هناك إجماع على أنه مؤذٍ وسام، وأن حرية التعبير لا تمنح الحق في الإساءة للآخرين. بينما يمكن تصنيف بعض العبارات على أنها غير لائقة إلى حد ما أو غير مقبولة، فإن العبارات التي تحض على الكراهية لا يمكن التسامح معها أبدا. في الواقع هناك نوع من الخطاب لا يستطيع المجتمع تقبله. على سبيل المثال، العنصرية هي أمر لا يمكن احتماله نظرا لتأثيرها السلبي الدائم والأضرار الجسيمة التي تلحقها بالأفراد أو الجماعات المستهدفة، ويمكن أن يؤدي نشر منشورات خطاب الكراهية على نطاق واسع إلى تفاقم الضرر. لقد أدى الكلام المسيء عبر الإنترنت إلى العديد من أعمال العنف، كما يؤجج خطاب الكراهية التحيز ويسمم النقاشات ويخلق جوا ساما قد يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام داخل المجتمعات. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحملات الانتخابية، حيث يمكن أن تزداد الاتهامات والدعاية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، وقد يحدث هذا الموقف ظروفا مسبقة مسببة لأعمال الشغب والعنف. لذلك يشكل خطاب الكراهية تهديدا كبيرا للسلام يجب القضاء عليه اليوم لمنع الجرائم المروعة التي يمكن أن تحدث غدا، حيث سيؤدي الحد من خطاب الكراهية إلى تقليل الضرر الكبير الذي يمكن أن تسببه وسائل التواصل الاجتماعي. إذن كيف يمكننا معالجة موضوع خطاب الكراهية على الإنترنت؟ وما هي أفضل طريقة للتعامل معه؟ من منظور قانوني، نظرا لأن خطاب الكراهية عبر الإنترنت ليس له حدود ولا يمكن معالجته فقط من خلال القوانين الوطنية في كل بلد، وكونه يؤدي إلى العنف لا بد من تصنيفه بوضوح وحظره بموجب القانون الدولي. يحيط القلق بشركات وسائل التواصل الاجتماعي من حجم المشكلة، حيث تحاول هذه الشركات تقليل خطاب الكراهية باستخدام تقنيات متقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم معالجة اللغات الطبيعية. ومع ذلك، على الرغم من بعض التطورات، تم إلقاء اللوم على هذه الأساليب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بسبب الإبلاغ غير الدقيق عن خطاب الكراهية، وفي النهاية تعليق الحسابات ذات الصلة. تكمن المشكلة الرئيسية في الاكتشاف التلقائي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت، وحقيقة استناد الخوارزميات المستخدمة إلى تقنيات حالية بعيدة كل البعد عن الكمال، رغم التحسينات الملحوظة التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة.
قد تفشل نماذج اكتشاف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن العديد من المصطلحات والتعابير التي تختلف غالبا عن البيانات المستخدمة لتدريب النموذج. على سبيل المثال، لنأخذ حالة اكتشاف الخطاب الذي يحض على الكراهية باللغة العربية. فإذا تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي فقط على اكتشاف المصطلحات المكتوبة باللغة العربية الفصحى فقط، سيفشل في اكتشاف المصطلحات المكتوبة باللهجات العربية المتنوعة. لذلك لابد من بذل المزيد من الجهود في هذا المجال لمعالجة اللغات منخفضة الموارد وأنواع اللهجات المستخدمة بشكل متكرر في وسائل التواصل الاجتماعي. في المستقبل، مع زيادة الاستثمار في تقنيات اللغة التي تركز على اللغة العربية ولهجاتها المختلفة وغيرها من اللغات المنخفضة الموارد، من المتوقع أن يتم تحسين الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحقيق أداء كشف أفضل. مع ذلك، فإن مشكلة خطاب الكراهية تتطلب نهجا جماعيا وشاملا، ولا يمكن حلها فقط من خلال بناء أدوات ذكاء اصطناعي أكثر دقة وتقدما لكشف الكلام الذي يحض على الكراهية. بينما يعد استخدام هذه التقنيات المتقدمة أمرا مهما ويمكن أن يساعد في تقليل الانتشار الهائل لمثل هذه المنشورات، إلا أن هناك أيضا وسائل أخرى للمساعدة في القضاء على خطاب الكراهية عبر الإنترنت، مثل الأدوات واللوائح القانونية المعدلة التي يمكن تحديثها لتغطية خطاب الكراهية. أخيرا، يعد التعليم والتربية الإعلامية ومحو الأمية الإعلامية أيضا من الوسائل القوية التي يمكن أن تحد من خطاب الكراهية وإنهائه. في الواقع، من المهم زيادة الوعي وتشجيع الأفراد على التصرف بطريقة لائقة عبر الإنترنت، وكذلك توفير التدريب على الوسائل القانونية حتى يمكن إبلاغ عن مرتكبي خطاب الكراهية عبر الإنترنت ومحاكمتهم أينما كانوا. يحتاج المستخدم العادي لوسائل التواصل الاجتماعي إلى فهم واضح لخطاب الكراهية وعواقبه وطرق الإبلاغ عنه، وفضح هذا السلوك وإبلاغ السلطات المختصة به. يمكن نشر هذا الوعي من خلال التثقيف المناسب والحملات لتعلم كيفية الرد على خطاب الكراهية، وكذلك الكتابة ضده. يمكن أيضا تكييف واستخدام المنهج المستخدم لتعليم الأطفال كيفية التعرف على الأخبار المزيفة والرد عليها. بالتأكيد من واجبنا كمعلمين وكأفراد في المجتمع المساهمة في محو أمية الإعلام الرقمي وتعزيز مهارات التربية الإعلامية عبر التفكير النقدي التي يمكن أن تساهم في تقليل محتوى خطاب الكراهية عبر الإنترنت. كنتو مع فقرة الكبسولة التعليمية اللي نجزتها الإذاعة الجمعوية سلا ميديا. ولتعمق أكثر في الموضوع غادي نمشيو مع إذاعة أبرز لفقرة ضيف الحلقة اللي استضفت فيها حسن بن زلة، مقدم ومعد البرامج بإذاعة إيجوسور. مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم في حلقة خاصة اللي غندويو فيها على خطاب الكراهية والتأثير ديالو، وكذلك غادي نعرفوا السبل والآليات باش نواجهوه من خلال التربية الإعلامية. باش نناقشوا هذا الموضوع ونفصلوا فيها أكثر غنستضيفوا السي حسن بن زلة، مقدم ومعد البرامج بالوسيلة الإعلامية إيجوسور. السي حسن كلنا كنعرفوا باللي خطاب الكراهية هو واحد الكلام مسيء اللي كيستهدف واحد الفرد أو لا واحد المجموعة بسبب العرق أو الدين أو بزاف ديال الأسباب أخرى. كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعتبروا هذا الخطاب اللي هو خطاب الكراهية تعبير عن الرأي. كيفاش يمكن لنا نفرقوا بين خطاب الكراهية والتعبير عن الرأي؟ وفي الحقيقة صعيب، مازال صعيب التفرقة بين هاد الجوج ديال الحوايج، بين الحرية ديال التعبير وخطابات الكراهية، لأن بيناتهم واحد الخيط رفيع جدا بين أننا نقولوا أن هذه القضية هي خطاب ديال الكراهية وهذه القضية هي حرية ديال التعبير. وهذا إشكال اللي كاين حتى
حتى في المنظمات الدوليه اليوم مازال تيطرى لهم كاين هاد الاشكال هذا. ولكن في نفس الوقت ممكن نتكلموا على اشياء، مثلا على تعريفات. مثلا الامم المتحده تتعرف الخطابات ديال الكراهيه انه اي نوع من التواصل الشفهي او الكتابي او السلوكي الذي يهاجم او يستخدم اللغه ازدرائيه او تمييزيه بالاشاره الى شخص او مجموعه على اساس الهويه، يعني بصيغه اخرى على اساس الدين او الانتماء الاثني او الجنسيه او العرق او اللون او النسب او النوع الاجتماعي او العوامل الاخرى، في حين ان حريه التعبير في نهايه المطاف هي حق اساسي وجوهري في المنظومه ديال حقوق الانسان. يعني ان الانسان عنده حق اصيل في انه يعبر على الاراء ديالو بطريقه اللي هي حره، ما يتعرضش مثلا للاعتقال فقط لانه تيعبر على الراي ديالو، اللي يتعرض للاضطهاد او لشي ممارسه اللي تتمس بالكرامه ديالو. ولكن في نفس الوقت ترجعوا ملي تنتكلموا على خطابات ديال الكراهيه، هي في اللحظه ديال شي شخص مثلا او شي مجموعه تيهاجموا شي شخص او شي مجموعه وحده اخرى على اساس العرق ديالهم او الدين ديالهم او شي حاجه بحال هكا. نعطي مثال باش نحاول انني نبسط اكثر، هو انه ممكن انني في لحظه مثلا ديال الانتخابات ولا ديال التصويت، ممكن اننا نقول اننا ما نصوتش على فلان او على الحزب الفلاني او على هذا، لانه العمل اللي تيقوم به ماشي هو هذاك، لان داكشي اللي تيديروا ولا مثلا الوعود اللي تيعطينا ماشي صحيحه ولا هذا. ولكن تولي المشكله في الخطابات ديال الكراهيه في اللحظه اللي تنولي تنزداري مثلا المعتقد او الديانه ديال واحد المرشح من المرشحين، وتنقول الناس ما تصوتوش عليه فقط لانه هو مثلا مسيحي او لا ديني او لا مسلم او لا شي حاجه بحال هكا. دونك هنايا كيف قلت هنايا كاين واحد الخيط رفيع بيناتهم، ولكن تبقى في نهايه المطاف ان الخطابات ديال الكراهيه خطابات مرفوضه اللي ما يمكنش تكون، في حين ان الحريه ديال التعبير هي حاجه اللي خصها تكون، وما خاصش الناس يتم يعني الاعتقال ديالهم او شي حاجه بحال هكايا فقط لانهم تيعبروا على الاراء ديالهم، مادام انها ما توصلش للحد ديال الخطابات ديال الكراهيه، واللي ممكن انهم حتى هما ديك الساعات يوليو هما مذنبين في حق افراد او مجموعات اخرى. كلنا كنعرفوا باللي خطاب الكراهيه عنده واحد التاثير سلبي كبير. بغينا نعرفوا مدى خطوره هذا الخطاب هذا على الانترنت او لا الوسائل الاعلاميه. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم والانترنت عموما سهل بشكل كبير انتشار ديال الخطابات ديال الكراهيه، وهنايا ممكن نهضروا على الصور، على الفيديوهات، على التعليقات اللي تدار، على الميمز اللي تيدار، وكذلك حاجه اللي هي مهمه واللي ممكن انها تساهم في الاذكاء ديال الاخبار ديال الخطابات ديال الكراهيه، اللي هي الاخبار الزائفه واللي تتعرف واحد الانتشار اليوم كبير. وهذا الانتشار هذا ديالها تيقدر انه ياثر على الناس، على المجموعات وعلى الافراد اللي تكلمت عليهم قبل. مثلا تتلقى اخبار زائفه منتشره بشكل كبير مثلا على واحد الناس معينين ولا على واحد الفئه معينه ولا على واحد الاشخاص معينين، واللي تيكون فيها السب، القذف، قدر توصل في بعض المرات من عنف لفظي العنف الجسدي. هذا يعني الانترنت سهله لانه ولا صعيب انك تكونتروليه، انك مثلا تحبسه، لانه بعد كثير من المرات كاين بزاف ديال الحوايج اللي تيطلقوا مثلا في هذا العام هذا، ومن بعد تيمشي وما تبقاوش نسمعوا بهم، ولكن ممكن من بعد 3 شهور، من بعد 4 شهور، من بعد سنه يعاودوا يرجعوا لنا نفس الاخبار بهذاك الشيء اللي كان قبل، ويعاود ينتشر بشكل كبير. دونك هذا هو الاشكال اللي كاين بشكل كبير على مستوى ديال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت عموما، هو انه سهل انتشار ديال الخطابات ديال الكراهيه. وما نساوش حاجه واحده اخرى واللي نقاش عليها اليوم كبير، هي المساله ديال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات اللي كاينه اليوم، واللي حتى هي تقدر تساهم في انتشار ديال الخطابات الكراهيه. علاش؟ لان اليوم الذكاء الاصطناعي هو ما جايش من فراغ، هما مصاوبينوا ناس
عندهم افكارهم، عندهم قيمهم، عندهم بزاف ديال الحوايج. فإذا كانوا هادوك اللي تيدربوا الذكاء الاصطناعي عندهم واحد شويه ديال خطابات الكراهيه، ولا خطابات ديال العنف، ولا خطابات ديال انهم ما تيكونوش عندهم مع ناس معينين، فهنايا حتى هذاك الذكاء الاصطناعي تيقدر انه يتحول في لحظه معينه، لانه حتى هو يولي تساهم في انتشار ديال خطابات الكراهيه. مادام ان خطاب الكراهيه كيهدد الوسائل الاعلاميه وكيأثر عليها سلبا، فلا بد من وجود وسائل او لا اليات باش نواجهوه. اشنو هما هاد الوسائل في نظرك؟ تنظن ان الاليات ولا الوسائل ديال المحاربه ديال خطابات الكراهيه اليوم جزء كاين. يمكن نتكلموا اليوم على الخوارزميات اللي تتعتمد عليها مجموعه ديال وسائل التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك مثلا. الا لاحظتوا انه في كثير من المرات تكتب شي حاجه ما تدوش، لانها ما تديتكتا انها فيها اخبار فيها الكراهيه، فيها خطابات ديال الكراهيه. كذلك يمكن تلقاوها حتى في تويتر وهذا، ولكن ماشي بزاف، لان كاين بزاف ديال الحوايج اليوم اللي تدار باش يتم تجاوزها. يمكن تشوفوا واحدين تيديروا كلمات بيناتهم وسط الحروف مفرقين ولا شي حاجه باش ما تعرفهمش هاد الخوارزميات هادو، ولكن هذا عمل بادي بون مزيان، ولكن ما كافيش، لان مازال خاص هاد المالكين ديال هاد المنصات هادو انهم يزيدوا يخدموا على هاد القضيه اكثر. الحاجه الثانيه هو تنظن ان اليوم في حاجه بشكل كبير، على سواء خصوصا على المستوى ديال المغرب ولا على المستوى ديال المنطقه المغاربيه المشرقيه، هو الضروره ديال التربيه على الاعلام والمعلومه في المدارس، ان التواجد ديالها في المدارس. اليوم ما عندها حتى شي معنى اننا الاطفال ديالنا والتلاميذ في المؤسسات الابتدائيه والاعداديه ما كاينه حتى شي ماده اللي تتخدم على هذه القضيه هذه، على التربيه على الاعلام والمعلومه. ما عندها حتى شي معنى، لان هذوك الاطفال الا ما خداوش هذا الشيء في المؤسسات التعليميه راه صعيب انهم ياخذوها في بلاصه واحده اخرى. صحيح ممكن ياخذوه في الدار، ممكن ياخذوه، ولكن العدد تبقى قليل جدا. ولكن في المؤسسات التعليميه اليوم التربيه على الاعلام والمعلومه ضروريه. كيف ما كانوا عندنا نوادي ديال الاعلاميات، اليوم من الضروره ان يكون عندنا نوادي ديال سميتو حصص قاره لهاد التلاميذ هادو اللي يعرفوا فيها هادشي، يعرفوا ياناليزيو شنو تيتوصلوا به في وسائل التواصل الاجتماعي، يعرفوا شنو هما خطابات ديال الكراهيه، يعرفوا شنو هي الاخبار الزائفه، يعرفوا شنو هي العنصريه، يعرفوا شنو هي الخطابات ديال العنف، شنو هما الحوايج اللي خصهم يداروا، شنو هما الحوايج اللي ما خصهمش يداروا. لانه في نهايه المطاف الا ما دارش هذه القضيه هذه تنخليو هذوك الاطفال عرضه في الانترنت اللي تيقدوا انهم يبقاو غير يديروا بزاف ديال الحوايج اللي هي ماشي صحيحه، وتتبان لهم هما انها اشياء اللي عاديه. اخيرا هو تنظن هو الدور ديالنا كوسائل اعلام جمعويه، وهذا الدور اساسي في العمل مع الناس، مع الشباب، مع الناس اللي تيتبعوا ولا اللي تيستمعوا لهاد الوسائل هذه، فاننا نشتغلوا على هاد القضايا هذه ديال التربيه على الاعلام والمعلومه والمحاربه ديال خطابات العنف والكراهيه. صحيح هادشي ماشي شي حاجه اللي عاد خاصها الدار، لانه كاين بزاف من هادشي ديجا دار وتيدار دابا. وتنظن على المستوى المغربي مجموعه من وسائل الاعلام الجمعويه تتخدم على هذا. خصنا نقويو هذا العمل هذا، لانه فيه بزاف ديال الايجابيات، فيه بزاف ديال الحوايج اللي تقدر اننا نوصلوا دي ميساج للناس ديال التسامح، ديال النبذ ديال الخطابات ديال الكراهيه، ديال اننا نتعاملوا مع الاخر على انه انسان بحالنا بحاله، ماشي انه شي واحد اللي جاي من شي قنت اخر واللي حيت يختلف علينا خصنا نضطهدوه. فتنظن ان في نهايه المطاف هذه المساله هذه اساسيه، ديال اننا نقولوا ان الاختلاف راه عادي انه يكون، والتعايش بيناتنا كاملين خصو يكون شي حاجه اللي هي عاديه، ماشي شي حاجه
اللي تنديروها حقا حنايا تنديرو زوين وتنتعايشوا مع الاخرين. لا، راه التعايش راه خصو يكون حاجه عاديه وطبيعيه عند الناس. كنشكروك سي حسن بن زلا على قبول هذه الدعوه هذه، وعلى يعني النقاش ديالك، وعلى الاراء ديالك اللي كانت في محلها. مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، هنا كنكون وصلنا لنهايه الحوار ديالنا او النقاش ديالنا. كان معكم حبيب الزويت من اذاعه ابرز. شكرا والى اللقاء. إذا كنتوا مع فقرة ضيف الحلقة اللي نجزاتها إذاعة الجمعوية أبارز. نمر مباشرة لآخر فقرة من البرنامج مع إذاعة الجمعوية إزرفان. هكذا مستمعينا الكرام كنوصلوا لآخر فقرة من برنامج أول، وهذه الفقرة من تقديم راديو إزرفان اللي غنلخصوا فيها أهم ما جاء في هذه الحلقة، ونختموها ببعض التوصيات حول موضوع خطاب الكراهية في وسائل الإعلام. في بداية الحلقة سمعنا عن أهمية التربية الإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية، خاصة خلال فترات الأزمات وفي ظل انتشار الحملات العنصرية والتمييزية داخل مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا سمعنا رأي الجمهور من خلال الميكرو تروتوار، بحيث لاحظنا الإجماع على رفض خطاب الكراهية وكيف عبر العديد عن أهمية التربية الإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية. تطرقنا أيضا خلال الكبسولة التعليمية لخطورة حضور خطاب الكراهية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تم مناقشته أيضا مع ضيوف الحلقة لناقشوا بعض سبل التصدي لهذا الخطاب، وكيف أن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمكن لهم يتعرضوا للعديد من الآثار السلبية. لذلك فالتعامل مع خطاب الكراهية في وسائل الإعلام يتطلب توازن دقيق بين حرية التعبير والحماية من التمييز والكراهية. وباش نواجهوا خطاب الكراهية في وسائل الإعلام لازمنا تعزيز التربية الإعلامية والتوعية بأضرار هذا الخطاب، وتشجيع وسائل الإعلام على الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية في المواد المنشورة، وأيضا تطوير قوانين وسياسات كتنظم عمل وسائل الإعلام وكتحد من انتشار خطاب الكراهية. بشكل عام فالتربية الإعلامية كتهدف إلى تعزيز القدرة على التفكير النقدي وتحليل المعلومات بشكل صحيح وعلمي وتحسيس الوعي الإعلامي للأفراد والمجتمعات. في النهاية كندعوكم جميع للعمل من أجل تعزيز التربية الإعلامية في مواجهة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام. كنتوا مع آخر فقرة في البرنامج اللي نجزاتها الإذاعة الجمعوية إزرفان. كنوصلوا حنا وياكم لنهاية هذه الحلقة الخاصة من برنامج أول اللي تكلمنا فيها على التربية الإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية. كنذكركم مستمعينا ومستمعاتنا أن هذا البرنامج في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. شكرا لجميع الإذاعات الجمعوية بالمغرب، إذاعة مادا، حومة تيفي، سلا ميديا، اسمع ليها، راديو إزرفان، راديو أبارز وكيش راديو. وشكرا لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاستماع. نتلاقوا في حلقة أخرى ومع موضوع آخر. إلى اللقاء. هذا المحتوى في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بشراكة مع حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، منظمة إيرين والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.